ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ احنا النهارده هنعمل من قش البرتقال وقش الليمون وقش الاستفندي الدهب ده، الصابون اللي احنا كلنا ما بنستغناش عنه في بيتنا. ده حاجه كده ما بنستغناش عنها. هنعمله ازاي وفي ظل الظروف والغلا اللي احنا فيه؟ هنوفر في بيتنا ونعمل كل حاجه من قش برتقال وقش استفندي احنا بنرميه في الزباله، هنعمل بيه احلى صابون. تعالوا بقى بينا نشوف احنا عملناه ازاي والطريقه بتاعتنا. معانا بقى هنا اللي احنا هنعمل بيه باذن الله الصابون، اللي هو عباره عن ايه؟ عن قش برتقال وقش استفندي وقش ليمون. انا حوشتهم مع بعض. انا معلش انا كنت بصور اللقطه دي بس اتمسحت مني، يعني فوجئت ان اللي كان التليفون مقفول فصل مننا. فانا هقول لكم انا عملت ايه. انا حوشت قش البرتقال وقش استفندي وقش ليمون مع بعضه وغسلته حلو قوي، ولعت عليه البوتاجاز لحد ما ايه ما استوى معايا، وبعد كده ضربته في الخلاط وصفيته حلو قوي، فبقى معانا بالمنظر دوت. هنعمل بقى ايه؟ اول حاجه هنسمي الله. معايا النشا دول كوبايه، يعني بمعدل السبعه. انا عيرتهم لقيتهم 7 معالق. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنزل بالنشا، ولما بقلب ببقى ايه على اتجاه واحد. اهو يا حبايبي، بفضل بقى ايه ايدي كده، ما بفضلش ايه اروح كده واجي كده، لا. اهو بفضل بقى ايه بدوب قوي 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 الايه النشا اللي معايا دي لحد ما تدوب. بقعد كده حوالي 5 دقايق 10 دقايق في ظل الظروف اللي احنا فيها والغلا اللي احنا فيه. اي حاجه بتوفر لنا بنعملها في بيتنا. اهو هكمل انا بقى تقليب حوالي 5 دقايق كده تاني، وهنشوف ايه هنحط ايه تاني. المكون التاني اللي معايا اهو، انا عماله اهو اقلب فيه. تاني مكون معايا هيبقى السكر. ديت نص كوبايه سكر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك محمد. تقليبي كله برضو على ايه؟ دول قلبوا كتير. انا قلبت شويه وخليت ندى قلبت معايا شويه لغايه ما ايديكم توجعوا تعرفوا اللي هو كده اتعب. انا ما ايديكم توجع. اهو تالت بقى حاجه معايا البطاطس. انا دول ب5 جنيه، ب5 جنيه بطاطس انا جايباهم. هدوبهم بقى في الميه، بس اهم حاجه بقى ان احنا بنخلي بالنا لان هو بيفور وريحته بتبقى يعني شديده قوي. اهو معانا البطاطس بتاعنا، بنخلي بالنا لان هو بيسخن قوي في ايدنا. اول ما بيدوب كده بعمل ايه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بنزل بقى بيه كده واحده واحده. اهو اول ما بنزل بيبدا ايه يتقل معايا. وايدي بقى ايه بتبقى ايه شغاله، بنزل وايدي ايه شغاله برضه. اهو بقى قلبناه ايه جامد قوي كده. معانا بقى ايه؟ معانا 3 لتر ميه. ازازه البيبسي 2 لتر انا هنزل بيها كلها، وبعد كده هضيف ايه لتر تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو انا كده ضفت 3 لتر ما شاء الله. بصوا الكميه اتضافت، يعني بقى معايا حوالي 6 كيلو، لان طبعا دول 3 وانا كنت سلقاه في ميه، وانا طبعا بصفيه زودته. فاللهم صل على النبي. اهو
ادي الكميه بتاعتنا وريحته والله ريحته حلوه. معايا بقى ايه تاني؟ معايا كيس الصابون دوت، انا بجيبه من عند بتاع الصابون عادي دوت بالجليسرين، هفضيه عليه. اقلبه بقى. امسكي يا ندى. اهو اول بقى ما انا بصوا يا حبايبي، بصوا بقى ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اول ما بدات اقلب الرغوه بتاعتي اهي بدات تبان. انا الصراحه جايبه كيسين ومعايا كيس تاني انا هحطه دوت الصابون اللي معايا دوت بالجليسرين. ادي الكيس التاني بقى معايا حوالي 6 كيلو واكتر كمان من ايه، من الصابون ما شاء الله اهو. هقلبه بقى، بقلب بقى بالراحه عشان خاطر ايه والطبق معايا صغير على الكميه، فبقلبه ايه بالراحه اهو. اول ما بدات اهو بقلب. بصوا بقى الرغوه، بصوا الرغوه بتاعته. ادي الصابون بتاعنا ما شاء الله عليه ما شاء الله. اتمنى يا رب ان انتوا تجربوه. طبعا اي حاجه بتوفر في بيتنا واي حاجه بتبقى توفير احنا بنعملها في ظل الظروف بقى اللي احنا فيها والغلا اهو. شايفين الرغوه باينه يا ندى؟ الرغوه معاكي بصي اهو. انفخي كده يا ندى. تعالي يا محمد. انفخ كده يا محمد. ما طلعتش صح؟ طب خلاص مش لازم الحته بتاعتي خلاص اهو. باين يا ندى صح؟ ان شاء الله عليه. ريحته حلوه. ادي الصابون بتاعنا هنجربه بقى مع بعض كده. ادي الصابون بتاعنا. شايفين بقى الرغوه بتاعته عامله ازاي اهو. عمل اهو معانا ما شاء الله عليه اهو. ادي الصابون وادي الرغوه بتاعته. يا رب تكون باينه معاكم اهو. ادلو يا ندى. ارفع ايدك بس خلاص. اهي الكوبايه بتاعتنا وادي الصابون اللي احنا عملناه اهو. ادي الرغوه بتاعته ما شاء الله عليه اهو. نتمنى يا رب ان انتوا تجربوه، وان جربتوه عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والكومنتات بقى الحلوه منكم عشان باذن الله يوصل لكم مننا كل جديد. نقول لكم ايه؟ باي.